أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة في وقتنا الحاضر، كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟ يكون ذلك بالدعوة إلى الاتفاق والاجتماع على الحق وعلى العقيدة الصحيحة، يكون ذلك على أيدي العلماء والمصلحين، يكون على أيدي العلماء والمصلحين يدعون إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الافتراق بغير حق، بل للهوى أو للحزبيات أو الجماعات. كل هذا يترك ويجتمع المسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى المسلمين أن يذكروا هذا، وعلى الدعاة المصلحين أن يعملوا هذا الشيء. الدعاة الآن كثيرون وجمعيات للدعوة وإلى آخره، ولكن التفرق موجود وهم لا يعملون، الدعاة لا يعملون على هذا الأمر، لا يهتمون بهذا الأمر، بل ربما يقول بعضهم وكثير منهم يقولون هذه حرية الاعتقاد، هذه حرية الرأي أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز. الواجب عليهم بعد الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله أن يصلحوا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما، في قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تتفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يجوز أن نبقى على الاختلاف، لأن هذا يمزق وحدتنا ويمزق قوتنا ويفرق جماعتنا ويطمع العدو فينا. وأما قول من قال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة غير صحيحة، بل يجب أن نجتمع على الحق، على العقيدة الصحيحة، على السلوك الإسلامي الطيب، ولا نتفرق في الآراء والأهواء والجماعات والحزبيات. هذه شتتت شمل الأمة وأحدثت العداوات بينها، وهذا ما يريده الأعداء، هم الذين يغذون هذا الاختلاف وهم الذين يشجعون عليه وربما يمولونه أيضا. نعم. أحسن الله.